صلاة التسابيح. صلاة التسابيح، ركز معي جدا، أتكلم الآن معك في مسألة حديثية في علم مصطلح الحديث. عندما يكون عندي طالب في الجامعة أخذ 100 أخذ 100، هذا الدكتور صحح الورقة يعطيه 100، والثاني يصحح الورقة يعطيه 100، والثالث يصحح الورقة يعطيه 100. الطالب الثاني ما كتب شيئا، فعرضنا هذه الورقة على 3 من المصححين، إيش يعطونا؟ علامة إيش؟ 0 0 0. متى يقع الاختلاف؟ يقع الاختلاف تجد هذا الأستاذ نجح الطالب وهذا رسب الطالب، لأنه هذا من خلال التصحيح أعطاه علامة 49 وذاك أعطاه علامة 51 أو 50، فهذه العلامة الواحدة هي التي صار فيها فارق كبير. الذي أعطاه 90 و91 ما صار في فارق، والذي أعطاه 80 و82 ما في فارق. الفارق صار عند 50 49 49 51. هنا يأتي بعض الأحاديث التي اختلف المحدثون في نسبة صحتها، فبعضهم قال هي في درجة الضعيف، أعلى درجات الضعيف، وبعضهم قال بل هو في أدنى درجات الحسن، يحسن. هذا الراوي ليس متهما في دينه، وإنما متهم في حفظه. طيب، يقول فيه يحيى لا بأس به، يقول فيه أحمد بن حنبل كثير الخطأ كثير الوهم، يقول فيه ابن المديني لا يحتمل تفرده. طيب، عندما أمسك بهذا الحديث من أجل أن أدرس إسناده، إيش أعطي درجة؟ هنا وقع الاختلاف، هل ثبت هذا الحديث أم لا؟ الحديث هذا آخذ درجة تتراوح بين 49 و 51، من المحدثين من أثبته ومنهم من قال هو ضعيف. فمن هنا نشأ الحكم الفقهي، هل هي صلاة مسنونة أم ليست مسنونة؟ فمن قال بسنيتها وألف كتابا فيها قال إنه حديث يقبل، من الحديث المقبول في أدنى درجات القبول، والذي رده قال هو حديث ضعيف. والحديث في هذا الوارد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: يا عماه يا عباس ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أفعل بك خصالا إذا أنت عملتها غفر الله لك ذنبه كبيره وصغيره قديمه وحديثه خطأه وعمده. تصلي، وعلمه صلاة التسابيح. واختلفت الصيغة ما بين السادة الشافعية والحنفية. السادة الحنفية يصلون عندما يقرأ دعاء الاستفتاح يسبح الله تبارك وتعالى 10 مرات. أول وحدة 10 أظن، أول وحدة 15. أيوة نعم، إذن أنا أخطأت. يسبح 15 مرة، ثم يقرأ فاتحة وسورة. قبل أن يركع يسبح 10 مرات، ثم يركع يسبح 10 مرات، ثم يرفع يسبح 10 مرات، ثم يسجد 10 مرات، ثم يجلس بين السجدتين 10 مرات، ثم يجلس الجلوس الأخير. كم صار؟ 75 مرة، لأن أول واحدة 15 والثانية 10، صار 75. فإذا سجد الثانية يقوم الله أكبر لفوق. كم يسبح؟ 15 مرة، ويقرأ الفاتحة ومثلها 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 ومثلها، 4 ركعات. صحيح؟ فتكون 300 مرة. السادة الشافعية يكبر ويقرأ، فإذا انتهى القراءة 15 مرة يسبح، يركع 10 يرفع 10 مثل المذهب الحنفي. لكن بعد انتهاء الركعة الأولى لا يقوم إلى الثانية، يجلس جلسة الاستراحة فيقرأ 10 مرات. هذه الفرق بينهما، والله تعالى أعلم. ومن العلماء من يثبتها، ومن العلماء من يقول ليست سنة. هنا ذنب، أنت ما تتكلم عن ذنب. يا سيدي، شلون في أطباء عقلهم صغير؟ ما بزعلوا مني أطباء، والله فيه، خذ هالدون، والله فيه صدقا. شو في محامين عقلهم صغير، وفي عالم تتكلم بالشريعة بعقل صغير. يا أخواننا، الجالس على درسي يجب أن يعرف أن هذين قولان للعلماء.
هذا قول ولا يعترض عليه، وهذا قول ولا يعترض عليه. وأخي عندما صلى على خير، وأخي الذي ترك وقال أنا سأصلي قيام عادي على خير. هذا الذي يعطي هذه الطمأنينة في الفتوى. العالم كله بتحب هذا الدين، تعظم هذا الدين. الحمد لله الذي جعل في الأمر فسحة. لكن صغير العقل يريد أن يخرج الناس كله بالرأي الذي ذهب إليه. أنا شخصيا ممن يعمل بهذا وذاك دائما. وجدت الصلاة أصليها مع الناس، أقول يا رب أنا أنخرط في سلك المؤمنين لعله تتنزل الرحمات على هؤلاء الذين يصلون التسابيح حتى تشملني يا رب. وإذا كنت وحدي في البيت أصلي قيام، لا أصلي التسابيح إلا غبا.